تونس أن تعوض غياب عملاق الطاقة مثل روسيا؟ الإجابة تكمن في الأرقام، وهي أرقام ستصيبك بالذهول. قبل الأزمة كانت روسيا تصدر لأوروبا ما يقارب 150 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. إنه رقم مخيف، وكان هو السلاح الذي يهدد به الكرملين أوروبا. لكن دراسات وكالة الطاقة الدولية تؤكد حقيقة مذهلة: إن تخصيص مساحة صغيرة جدا من الصحراء التونسية تقدر بحوالي 250 كيلومترا مربعا فقط لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة كاف لتوليد كميات من الكهرباء تعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية مجتمعة. مشروع واحد فقط مثل مشروع تنور الطموح يهدف لإنتاج ما يقارب 4500 ميجاوات من الكهرباء. هل تتخيلون حجم هذا الرقم؟ هذا يكفي لإنارة أكثر من 2,000,000 منزل أوروبي بشكل مستمر. نحن هنا لا نتحدث عن استبدال الغاز بالغاز، بل استبدال طاقة ملوثة مكلفة وتستخدم كسلاح سياسي بطاقة نظيفة متجددة ومستقرة تأتي من شريك متوسطي. المعادلة تغيرت جذرياً. روسيا كانت تبيع لأوروبا الماضي، وتونس تستعد الآن لتبيع لهم المستقبل. هذا الكلام الذي تسمعونه ليس خيالاً علمياً ولا حبراً على ورق. لقد بدأ التنفيذ الفعلي والآلات بدأت تدور. إليكم مشروع الماد. إنه الشريان الكهربائي الذي سيربط قلب تونس بقلب الشبكة الأوروبية. كابل بحري ضخم عالي الجهد يمتد بطول يتجاوز 200 كيلومتر تحت مياه البحر الأبيض المتوسط ليربط محطة المرناقية في تونس بمحطة بارتانا في صقلية. ولأن أوروبا تدرك أن هذا المشروع هو طوق نجاة لها، فقد فتحت خزائنها لتمويله. لقد حصل المشروع على منحة ضخمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 337 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويلات من البنك الدولي تتجاوز 260 مليون دولار. لماذا يدفعون هذه المليارات؟ لأنهم لا يملكون خياراً آخر. بقدرة أولية تبلغ 600 ميجاوات سيجعل هذا الكابل الشبكة الكهربائية التونسية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي الأوروبي. تخيل المشهد: عندما تغيب الشمس في أوروبا أو تتوقف توربينات الرياح في بحر الشمال، ستكون تونس هي البطارية الاحتياطية التي تضخ الكهرباء فوراً للحفاظ على استقرار الشبكة في إيطاليا ومنها إلى باقي القارة. لكن الكهرباء هي مجرد البداية. اللعبة الكبرى والرهان الاقتصادي الأضخم يكمن فيما يسميه العالم الآن وقود المستقبل: الهيدروجين الأخضر. أوروبا وخاصة ألمانيا وضعت هدفاً استراتيجياً لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وذلك لتشغيل مصانع الصلب والكيماويات التي كانت تعتمد كلياً على الغاز الروسي الرخيص. من أين سيأتون بهذا الوقود؟ تونس هي المرشح الأقوى والأكثر جاهزية. تونس تمتلك ميزة تنافسية لا تملكها دول أخرى في المنطقة. هي تمتلك بالفعل بنية تحتية عملاقة لنقل الغاز، ممثلة في أنبوب ترانسمد الذي يربط الجزائر بإيطاليا مروراً بالأراضي التونسية. الخطط الهندسية الآن تدرس بجدية تحويل وتطوير هذه الأنابيب لنقل الهيدروجين بدلاً من الغاز الطبيعي. مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي سيجعل تونس البوابة الرئيسية والحصرية لضخ الطاقة النظيفة إلى النمسا وألمانيا. نحن نتحدث عن سوق تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، وتونس تقف الآن على عتبة هذا السوق كلاعب رئيسي. ولكن لكي تفهموا القوة الحقيقية والعميقة لهذا المشروع، لا تنظروا إلى الكابلات والألواح الشمسية، بل انظروا إلى السياسة وما يحدث في الكواليس الدبلوماسية.
بالأمس القريب شهدنا حدثاً نادراً وجريئاً في العرف الدبلوماسي. تونس تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي للاحتجاج رسمياً وبلهجة شديدة على لقاءاته الداخلية وتدخلاته، والرئيس قيس سعيد يعلنها مدوية أمام العالم: تونس دولة ذات سيادة، ولا حق لأحد كائناً من كان في التدخل في شؤونها أو اختيار من يقابل المسؤولون فيها. تبلغهم خاصة أننا دولة مستقلة ذات سيادة، ولن نقبل أبداً بأي جهة تتدخل في شؤوننا الداخلية. From every corner of the globe comes the story of us all. Editorial Global.